السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مس داليا، واهلا بيكم في فيديو جديد للصف السادس الابتدائي مادة اللغة العربية. النهاردة هنحل أسئلة كتاب الأضواء على النص المعلوماتي: الثقافة والتنوع ثروة تجمعنا وتسري حياتنا. بعد كده نشاط 1: الثقافة هي طريقة الحياة الفريدة التي تتقاسمها مجموعة من الناس. طبعا صح. لا يوجد وجه شبه بين دور الثقافة في المجتمع ودور القلب في الجسم. غلط. تساعد الثقافة في استيعاب العادات والتقاليد الاجتماعية بشكل أفضل. صح. التنوع الثقافي يتيح لأفراد المجتمع فرصة معرفة ثقافات مختلفة. صح. بعد كده عندنا نشاط 2: تخير. تسري القراءة المستمرة العقل وتوسع آفاق المعرفة. عندنا اللي هي الأولى والتالتة. تتميز هذه اللوحة بألوانها الفريدة التي تجذب الأنظار. عندنا اللي هي المميزة. العنف يتنافى مع القيم الإنسانية النبيلة ومبادئ السلام. طبعا يتعارض. يجب أن نتجنب التحامل والأحكام المسبقة على تجاه الآخرين، اللي هو الظلم يعني. التحيز في الحكم على الأمور يؤدي إلى نتائج غير عادلة. طبعا اللي هي التعصب. أكمل بعد كده. الثقافة تعد من أهم العوامل التي تتطور بها الأمم أو تتطور الأمم. تمام. تتطور بها الأمم. رقم ب: الشخصية المثقفة أكثر معرفة بالأصول والقيم. ج: المثقف يستطيع أن يرتقي بفكر أمة. تمام. تاني، يرتقي بفكر أمة. د: يعد التنوع الثقافي مصدرا غنيا بالإبداع والابتكار. الإبداع والابتكار. نشاط 4: ما الدور الذي يلعبه المثقف في توجيه المجتمع؟ عندنا هنا هنقول: يحمل المثقف الرأي الأقرب للصواب بحكم ثقافته واطلاعه على الثقافات الأخرى. ب: كيف يسهم التنوع الثقافي في التعلم والتفتح؟ عندنا: يتيح التنوع الثقافي لأفراد المجتمع الفرصة لمعرفة الثقافات المختلفة. يعزز التنوع الثقافي التسامح والتفاهم بين الأفراد. وضح. بيساعد التنوع الثقافي في تعزيز التفاهم والتسامح بين الأفراد من ثقافات مختلفة، حيث أن التعرف إلى الآخر وفهم خلفيته الثقافية يمكن الأفراد من أن يتغلبوا على التحامل والتحيز ويبنوا جسورا للتواصل والتعاون. د: هناك علاقة بين التنوع الثقافي والهوية. اذكر العلاقة. بيسهم في تعزيز الهوية، فالثقافة جزء من الهوية. عندنا نشاط 5: مرادف الفريدة المميزة. مضاد الاستغناء الاحتياج. جمع العالم. الأولى والتانية. تمام. بعد كده أكمل. الثقافة هي نسيج الوجود الإنساني. دور الثقافة في المجتمع بيشبه عندنا القلب بجسد كل منا. بعد كده ج: ما الذي تشمله الثقافة وتحتوي عليه؟ كل شيء من لغة وعادات وتقاليد وفن وموسيقى ومطبخ ومعتقدات وقيم وأعراف اجتماعية. بعد كده د: كيف يمكن للتكنولوجيا أن تساعدك لتصبح مثقفا؟ عندنا مثلا نقول نستخدمها في البحث عن المعارف والمعلومات المتنوعة من مصادر مختلفة، مثل المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والكتب الإلكترونية. صوب: يطيع الرجل الوالدين. تمام. صار الماء غزيرا. الماء هنا هنحط بس ضم على الهمزة مش فتحة. نشاط 6: معنى تسهل. تيسر. مضاد إعطاء. جمع الأمة. الثقافة من أهم عوامل تطور الأمم. أكيد صح. الشخصية المثقفة محدودة العلم بالأصول والقيم. طبعا غلط. للثقافة تأثير كبير على الأمم والمجتمعات. تمام. حيث تعد من أهم عندنا العوامل التي تتطور بها وتساعد في استيعاب العادات والتقاليد بشكل أفضل. بعد كده د: ما النتيجة المترتبة على تخلي مجتمع ما عن الثقافة؟
عندنا اللي هو تجعله جاهل بعاداته وتقاليده الاجتماعية والأصول والقيم. عندنا أكمل باسم مناسب نقط يؤلفون القصة الكتاب. حط ضمة بس على الكاف عشان تطلع الكتاب. كن مثلا صادقا. تمام. بعد كده التطبيقات المتحررة نشاط 1 مرادف المشكلة المكونة. مضاد الوجود العدم. مفرد الأعراف العرف. مصطلح ثقافة قليل الاستعمال بين الناس طبعا غلط. تعني الثقافة المادية الفكر المجردة والسلوك طبعا غلط. ماذا تشتمل أو تشمل الثقافة الرمزية اللي هو الفكر المجردة والسلوك، وبتشمل القيم والأعراف والعادات والتقاليد والرموز. تمام. بعد كده سألك صديق لك عن المصادر التي يمكن أن تجعله مثقفا، اذكر بعضها من المواقع الإلكترونية والكتب الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي. بعد كده حدد علامة الإعراب. وصل المتسابق إلى خط النهاية، طبعا المتسابق هنا عندنا دي الضمة. الباحثون متميزون الواو. تمام. نشاط 2 مرادف الأعراف اللي هي العادات. مضاد الصواب الخطأ. مفرد المبادئ المبدأ. أكمل القيم والأعراف تصنع ثقافة المجتمع وتميزه. من يخالف القيم والأعراف في مجتمع ما يعد مكروها. تمام. كيف تتكون القيم والأعراف في المجتمعات؟ بتتكون على مر التاريخ من خلال تراكم الأقوال والأفعال. تمام. دال ما الواجب علينا عند الحكم على سلوك شخص معين؟ يجب الانتباه للثقافة التي ينتمي إليها حتى يتحلى الحكم بالصواب. تمام. يعني لازم نشوف الثقافة الأول اللي هو منها علشان الحكم بتاعنا يبقى صح. يحصل الفائزون على الجوائز. هنأ المدير مثلا. عايزين الكسرة يبقى ده جمع مؤنث سالم، فنكتب الطالبات وتحت التاء نحط كسرة. تمام. بعد كده من امتحانات الإدارات مرادف تتنافى مضاد يسر صعوبة. يجب علينا الاكتفاء بثقافة مجتمعنا وعدم الالتفات للثقافات الأخرى طبعا غلط. لا يسهم التنوع الثقافي في بناء الشخصية القوية طبعا غلط. اذكر 3 من فوائد التنوع الثقافي. عندنا هنا اللي هي زيادة المعرفة. تمام. على نحو مستمر، خلق علاقات اجتماعية متنوعة، بناء شخصية قوية وثقافة وثقة. تمام. بعد كده نشاط 2 مرادف تسهم تشارك. مفرد طريقة. الطعام من الأمور التي تعبر عن هوية المجتمع طبعا صح. تتفق كل الدول في طرائق تناول الأكل طبعا غلط. تمام. يعني مش كلنا بناكل زي بعض. هناك علاقة بين التنوع الثقافي والطعام. هنقول ان الطعام عندنا هنا من الأمور التي تعبر عن هوية وثقافة المجتمع وتسهم في شهرته وتختلف من بلد لأخرى. وفعلى سبيل المثال عند حديثنا عن البيتزا فإن أول ما يخطر ببالنا إيطاليا. تمام. أهو نكتب كل السطر الأول مع ربع السطر الثاني نكتبه كله ده في جيم. تمام. وبكده يكون انتهى الفيديو بتاعنا النهارده. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تشتركوا في القناة وانتظروني في فيديوهات تانية كتير. ولو حد عنده أي سؤال تقدروا تكتبوا لي تحت في التعليقات وأنا هرد عليكم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.